شنو علاقة الثلج بالمندي؟ وهم شايفينها قبل؟ فاليوم حعلمكم سر من أسرار مندي اللحم بحيث يطلع عندكم اللحم ذايب وبأسهل طريقة والنكهة تخبل. أنا أعتبر المندي أكلة العجوزين، بس يحتاج لها وقت شوية. بجدر واحد ضفت التمن والمي والزيت والملح نوم بصرة والفلفل اختياري، بس أكو بعد شغلة هي الأساسية. أساس المندي هو التوابل والبهارات، فبهالوصفة استخدمت توابل وبهارات عافية الغنية عن التعريف. براند عافية معروف بالسوق أكثر من 40 سنة بجودة زيوت الطبخ، وهسه عافية نزلوا لنا البهارات والتوابل بجودة عالية ما تقل عن جودتها الأصلية. تبلت اللحم مالتي بمجموعة بهارات، والحلو كلها طبيعية 100% خالية من النكهات والألوان الصناعية. سر إضافة الثلج للتمن مال المندي كلش مهم، لأن اللحم يتأخر يلا يستوي والتمن بسرعة يستوي. حتى نبطئ عملية استواء التمن ضفت شوية ثلج، غلفته بالسيليفون بهالطريقة وورق الزبدة وندخله للفرن من فوق ومن جوا أول نص ساعة، بعدها نطفي الفوق ونتركه ساعة ونص من جوا ونحمر اللحم. وشوفوا التمن شلون صار نثري واستوى على البطيء، وهذا هو سر الثلج.